بس كده يجيب لك. السلام عليكم يا شباب، وبنعتذر للتأخير. بس النهارده اليوم بصراحة ما كناش عارفين بصراحة نعمل لايف خالص، لأن النهارده كنا معزومين في ميسون. ف بس أنا بصراحة استغلتهم فرصة اللي هم يجوا معايا، وأنا حابسه بصراحة معايا مهندس محمد مش مخليه راضي، مش مخليه يروح يعني. فعلشان انا نزلت بوست النهارده، وان شاء الله نفيدكم في معلومات الاي تي في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا انا مش مهندس، هنقول السلام عليكم تاني، ازيك؟ السلام منورنا في وسهلا. اللايف. أهلا وسهلا. وطبعا في امبارح كان سوء تفاهم في اللايف بتاع امبارح بموضوع لم الشمل. فطبعا هو سوء تفاهم، بس اتحلت يعني. أكيد. فالنهارده هنتكلم في موضوع الاي تي، بس تقريبا اغلب الناس كلها عايزين يعرفوا مجال الاي تي في امريكا، لان اغلب الناس بياخدوا كورسات، واغلب الناس عايزين يجي يدرسوا اي تي هنا، وعايزين يعرفوا آه، عايزين يعرفوا ازاي يكملوا دراسة في الاي تي هنا، وازاي يقدموا في الشركات في الاي تي هنا. فطبعا هتعرفنا النهارده خبرتك، وهتعرفنا أها. ازاي انت قدمت أها. في شركة امازون، أها. وان شاء الله نستفاد منك باذن الله يعني. إن شاء الله. فمعاك اللايف. أوكي. نبدأ. مساء الخير وصباح الخير للجميع. طبعا في في أمريكا بالنسبة لمجال الاي تي ومجال الكمبيوتر بشكل عام، شيء مهم هو الخبرة والشهادة. يعني أي بلد أنت بتروح عليه بيسألوك عن شهادتك وبيسألوك عن خبرتك. الآن أمريكا ممكن إلها خصوصية في مجال الخبرة ومجال الشهادة، ألا وهي أنه بفضله أنه الشهادة والخبرة تكون من أمريكا. الآن هذا الطريق الآخر اللي ممكن أنت تثبت فيه نفسك هو أنت بإمكانك تدخل مقابلة، تثبت أنه أنت وضعك جيد في هاي المقابلة. على سبيل المثال في مجال البرمجة، اللي هو Applications Development، ممكن أنت تصير SDE على سبيل المثال، System Development Engineer. الآن هذه أمور كيف هم عادة بيعرفوا أنه أنت شخص فعلا عندك هذه المعلومات وأنك تصلح هذه الوظيفة؟ طبعا من خلال الشهادات العالمية. الآن أي شيء فيه له شهادات عالمية. على سبيل المثال أنا في مجال الشبكات، في مجال الشبكات معروف يعني لازم على أساس أنه الناس يعرفوا أو الشركات تعرف أنه أنت شخص متخصص في مجال الشبكات، لازم يكون عندك شيء من شهادات الشبكات. طبعا بداية احنا بنحكي عن CCNA اللي هي Cisco Certified Networking Associate. بعد CCNA ان انت كنت شخص متمرس في مجال الشبكات بكون معك CCNB Cisco Certified Networking Professional، وهكذا. الان CCNA انت ممكن تحصل عليها تقريبا اللي هو ممكن IT Technician أو شيء بهذا القبيل، وممكن IT Engineer. ولكن تعرفوا شيء إنه هذه الوظائف إنه الواحد على أساس يحصل على مقابلة لازم يكون معاه شهادة عالمية تثبت إنه فعلا هو خبير بهذا المجال. طبعا بنفس الوقت إن كان معك شهادة، إن كان معك خبرة، يعني نوعا ما أو بأغلب الأحوال هي ما بيعتبروها ما بيعتمدوها في أمريكا، لأنه أمريكا زي ما حكينا بفضلوا إنه إنه الشهادة تكون من عندهم والخبرة تكون من عندهم، إلا أن أنت أثبت نفسك في مجال معين بشهاداتك العالمية اللي معك. رقم واحد. رقم اثنين اللي هو ممكن أنت تدخل مستوى متدني، تبدأ مستوى متدني وبعدها تصير ترتقي شوي في شغلك وتترقى. ليش؟ لأنه أنت عندك الخبرة ووضعك جدا جيد في مجالك. فنحكي على سبيل المثال
المجالات المطلوبه في مجال الاي تي. الان الاي تي يعني هلا لما نحكي اي تي ممكن يخطر على بال الناس اللي هو الشبكات، ممكن يخطر على بالهم الكمبيوتر ساينس والبرمجه، ممكن يخطر على بالهم الويب ديزاين، تصميم مواقع الانترنت. الان هذه كلها امور بيختلف الطلب لها من طبعا من شخص لاخر ومن شركه لاخرى، ولكن بالاساس هو اهم شيء بمجال الشبكات واللي مطلوب جدا هي مجالات اللي ممكن احنا نحكي عن شيء الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، ممكن نحكي عن الماشين ليرنينج، تعليم الاله، بحيث انه انت الاله تصير زي في الايفون في عندنا سيري بالايفون وغيرها من الشركات. لا هاي امور هم بحاجه لناس مطورين في هذا المجال. فبالتالي باختصار اللي هو الكمبيوتر ساينس مجال الديفلوبمنت، شخص يكون خبير، يكون متمكن في مجال تطوير البرامج وتطوير التطبيقات. الان هاي من الامور اللي highly paid في امريكا، هي جدا امور يعني تدفع مبالغ مرتبه، ولكن عشان انت توصل لهذا المنصب ممكن انت تتعب شويه ان ما كان في عندك مشاريع على ارض الواقع هم يشوفوها، او ما كان عندك خبره في امريكا، او ما كان عندك شهاده من امريكا. فهذه الامور من الصعب انه يدخلها الواحد، لانه هم في النهايه بدهم شخص جاهز، ما بدهم شخص اللي يدربوه وممكن ياخذوا شخص. طبعا انت لما ياخذوك في هذه الحاله بتكون عقد بينك وبينهم، بحيث انه ما بامكانهم يطردوك، فبالتالي هم يتولوا مسؤوليتك ومهامك والى اخره. فهم ما بدهم يصيدوا سمك في البحر، هم بدهم شخص جاهز وعارفين انه جاهز وعارفين واثقين من قدراته ومن امكانياته. فمجال الشبكات مجال ممتاز، ممكن انت تعمل شغل فيه لحالك. حاليا في شيء جديد طالع في البلد اللي هو انترنت اوف ثينجز او سمارت هاوس. سمارت هاوس انه انت بصير تتحكم بالحراره، بالتكييف، بالتدفئه، بالمروحه، بالاضاءه، شدتها، متى تطفي، متى تضوي، كاميرات في المنزل، كلها بصير تتحكم فيها من خلال تلفونك، بحيث انه يكون عندك ابلكيشن على الموبايل تبعك وتشوف بيتك. انت ممكن تكون في اي مكان في العالم وانت بتكون شايف البيت، شو وضع البيت، درجه الحراره، الشبابيك المفتوحه، الشبابيك مسكره، كذا 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 الى اخره. الان هذا موضوع حاليا سمارت ثينجز، سمارت هوم، هو ترندنج في امريكا، وهون الناس لانه بتحبوا الامور السهله يعني وبنفقوا على هاي الامور، فبالتالي بدهم ناس في هذا المجال. فبالدرجه الاولى نرجع على اساس نخلص هذا الموضوع اللي هو مجال الديفلوبمنت، ابلكيشنز ديفلوبمنت. فانت بتكون على سبيل المثال SDE System Development Engineer. ففي هاي الحاله حتى الدفع تبعها بتكون عالي، مرتبات عاليه، الشبكات جيده. الان انا سمعت في سؤال كان عن الانفورميشن سيكيورتي. الانفورميشن سيكيورتي طبعا لازم يكون معك شهادات في مجال السيكيورتي، مثل شهاده السيسب اقل شيء. طبعا لازم يكون معك شهادات وخبره في مجال تطوير البرمجيات، لازم يكون عندك خبره كذلك الامر في مجال الشبكات. فبالتالي يكون عندك في البرمجه وفي الشبكه، لانه السكيورتي انت بدك تعمل سكيورتي لايش في النهايه؟ بدك تعمل سكيورتي لبرنامج. برنامج معناته لازم يكون عندك خبره في البرامج وتطوير البرامج عشان انت تكون تعملها سكيورتي. انت لازم تكون فاهم في البرنامج عشان تعمل له سكيورتي. نفس الشيء الشبكات، اساس انت تعمل سكيورتي للشبكات لازم تكون فاهم في الشبكات عشان اساس انه انت تقدر تعمل حمايه للشبكات. ناخذ تعليق. تفضل. في واحد بيقول البرمجه ايه رايك فيها؟ السؤال اللي البرمجه زي ما حكينا هي موضوع ومجال حاليا هون بسموه او بسموا موظف البرمجه ما بسموه مبرمج. يعني اوكي مبرمج ممكن زمان كان يطلقوا عليه مبرمج، حاليا بسموه سيستم ديفلوبمنت انجينير، بمعنى انه هذا الشخص قادر على تطوير برامج. طبعا انت لما تطور برنامج لا يعني انه انت الوحيد اللي راح تعمل على هذا البرنامج، ان انت عملت مع شركه كبيره ضخمه راح يكون فرع او جزئيه بسيطه انت بتطور فيها. الان كل ما صغر حجم الشركه كل ما صار الحمل عليك وانت لحالك بدك تسوي البرنامج والتطبيق، وطبعا بيكون حجمه اقل واسهل
وانت ان كنت فعلا مبرمج متمكن بامكانك تسويه. فبالتالي المبرمج هو الديفلوبر. حاليا الديفلوبر هذا نفسه ان انت حصلت وظيفه كديفلوبر هي جدا ممتازه وجدا الدفع لها، والفلوس الراتب يعني جدا جدا ممتاز. تفضل. الكورسات دي سهله اللي هي CCNP؟ CCNP لازم انت تكون ماخذ اول شيء CCNA. طبعا انا بعرف بهاي الشهادات لانه عندي خبره في مجال الشبكات. ممكن تسالون عن شهادات اخرى ما اكون متمكن فيها، ولكن انت على اساس توصل للCCNP لازم يكون معك يعني بيسهل عليك الطريق للCCNP لازم يكون معك CCNA، لانه اول شيء CCNA بعد هيك CCNP. طبعا هاي الشهادات انت بتحب مجال الشبكات والسيرفرات وراوترات وسويتشات وكذا والى اخره، جدا سهله ما فيها صعوبه. تفضل. اخي انا ما عندي غير اعدادي وحابب اكمل دراسه، بيقبلوني باللوتري؟ ده مش سؤالنا يعني النهارده، او ده مش موضوعنا، بس عادي يعني. الاعدادي لا طبعا، سوري الاعدادي لا، اقل حاجه الدبلوم او الثانوي العام طبعا يعني. ايه رايك في السايبر سيكيورتي؟ السايبر سيكيورتي انفورميشن سيكيورتي نفس الشيء، لان مجالها ممتاز، ولكن لازم يكون عندك خبره فيه كديفلوبر، او لازم يكون عندك خبره ك مهندس شبكات في هاي الحاله، لانه انت ايش بدك حمايه لايش راح تكون سايبر سيكيورتي؟ لايش الحمايه راح تكون للاجهزه، راح تكون للتطبيقات، راح تكون للشبكات. فانت هذه امور لازم تكون على درايه فيها، وحتى ممكن ما تكون يعني ما لازم تكون مهندس شبكات وعندك خبره عام شامله ودقيقه في هذا المجال، وما لازم تكون ديفلوبر وعندك خبره دقيقه في مجال الديفلوبمنت، ولكن بحاجه انه يكون عندك شويه خبره في الديفلوبمنت، شويه خبره في الشبكات، على اساس انه انت تعرف تحمي النظم اللي انت بدك تعمل لها حمايه. في هذه الحاله انت ممكن تكون information security specialist او information security professional او information security engineer، وكلهن هاي وظائف جدا مطلوبه في امريكا، الانفورميشن سيكيورتي سايبر سيكيورتي. ولكن انه مضل في النهايه انه كيف انت راح تبدا طريقك في امريكا، وكيف راح ترتقي وتحصل على الشيء اللي بدك اياه، لانه زي ما حكينا في البدايه معك شهاده من خارج امريكا، معك خبره من خارج امريكا، لازم يكون معك شيء اما اثبات من امريكا رقم واحد، او لازم يكون عندك شهادات عالميه. تفضل. هل ممكن تشتغل بعد الحصول على بعض الكورسات زي كورس سيرفرات اللي هو لينكس ويندوز سيرفر؟ لينكس سيرفر ويندوز سيرفر؟ نعم، ممكن تشتغل ك اي تي تكنيشن. في مجال الجرافيك. تمام. ايه رايك في مجال الجرافيك؟ مجال الجرافيك والتصميم شويه يعني انا ما عندي معلومات جيده عنه، ولكن التصميم اتوقع انا لازم يكون عندك خبره في بعض برامج التصميم. حسب ما اذكر كان الفوتوشوب اتوقع، او في المايا كمان برامج فوتوشوب تقريبا فوتوغراف تقريبا شغلات بهذا المجال. ولكن التصميم والجرافيكس بشكل عام يعني ما عندي خبره عنها جيده. تفضل. انا طالب في تانية ثانوي ادبي، ممكن ادرس كمبيوتر ساينس؟ بعد مش عارفين ايه السؤال، بس هو خلص ثانوي وتعالى كمل هنا دراسه، اي دراسه انت عايزها يعني. نعم يعني خلص الثانوي تدرس اي شيء، شيء انت عايزه تدرسه. ان هو ادبي وعايز يدرس طبعا عادي. حتى لو ادبي ما في مشكله في امريكا. ايه رايك في مجال رقابه الجوده؟ انا معايا بكالوريوس رقابه جوده. رقابة جودة أنا مش عارف شو معناها. هو علشان بس هو فلسطيني فمش عارف حاجات كتيرة عندنا، أنا برضو مش عارفها برضو. رقابة جودة كواليتي أشورنس في الملابس يعني ولا إيه؟ أنا مش عارف. أتوقع كواليتي أشورنس تقريبا، بس هي في أي مجال. هي في الآي تي كواليتي أشورنس، ولكن هاي زي جزئية بسيطة من البروجكتس مانجمنت واي تي بروجكتس مانجمنت وإدارة مشاريع الإنترنت، عفوا إدارة مشاريع الآي تي. ولكن هذه يعني مش
ما مرت علي في مجال الاي تي انه في شخص متخصص بالكواليتي اشورنس. كواليتي كنترول. كواليتي كنترول بتحكي انت عن البرودكشن لاينز، يعني ممكن خطوط الانتاج. الان الاي تي ما في كواليتي كنترول. تفضل. كريم ايه؟ آه. زاويني سوري يا شباب. طيب هم تقريبا الكومنتات خلصت. ممكن نتكلم في طريقه التقديم لاي شركات لو انت جاي مثلا من بلدك معاك الاي تي، وايه الكورسات مثلا اللي تاخدها اللي تؤهلك ان انت تقدم في اي شركه في مجال الاي تي. فدي ممكن نتكلم فيها شويه. اوكي. طبعا التقديم للشركات هو حسب الشركه. طبعا انت بحاجه انه يكون عندك ممكن احنا في يعني لازم يكون في عندك علاقات عامه، لانه غالبيه الوظائف في امريكا هي مخفيه. ان ما كان عندك علاقات جيده على اساس تعرف انه والله في وظيفه في هذا المجال او في وظيفه في عند هذه الشركه، فلازم يكون عندك خبره واطلاع رقم واحد على اساس توصل للشيء اللي بدك اياه. رقم اثنين لازم يكون عندك متابعة لمواقع التوظيف مثل موقع لينكد ان، مثل موقع monster.com، مثل موقع حاليا في عنا في كمان موقع لتقديم الطلبات بس حاضرني الآن في أمريكا. وظائف؟ عفوا؟ طلبات الوظائف؟ اعتقد في مونستر وفي كراك ليست. اوكي. في كراك ليست وفي انديد اعتقد. في انديد صحيح. موقع انديد برضه من المواقع الجدا ممتازه في مجال التقديم. فبالتالي انت بحاجه انه انت دائما تضلك تقدم لهذه المواقع رقم واحد. رقم اثنين بدك تتبع للشركات الكبيره. يعني في شركات كبيره مثل شركه شركات موجوده في امريكا وممتده، في DHL، في الفيدكس، في امازون. الان هذه الشركات كلها انت ممكن تدخل فيها كمبتدئ في مجال الاي تي، تدخل كاي تي تكنيشن. فممكن هم يطلبوا منك CCNA بالاكثر، وطبعا راح يسالوك ممكن اسئله تكون متعلقه في مجال اجهزه الكمبيوتر وصيانتها، شويه بسيطه من الشبكات. ممكن يسالوك عن في مجال الشبكات عن OSI موديل اللي هو 7 لايرز. ممكن يسالوك عن TCP/IP، يسالوك عن اجهزه الشبكات البسيطه، راوتر، سويتش، فقط بهذا الشكل. لان بعيدا عن ذلك في شغله مهمه في مجال التقديم للشركات اللي هو السيره الذاتيه. السيره الذاتيه احنا ممكن نسميها CV، ولكن في امريكا بسموها ريزومي. فالريزومي تبعتك لازم تكون صفحه واحده فقط مش اكثر، الا انه انت شخص يعني عندك فعلا خبره جدا طويله وتستحق انه انت تحطها في الريزومي او في السيره الذاتيه المختصره. لانه عاده معروف هون الHR او احمد صبري، اكتب عربي احمد صبري، اللي هو شؤون الموظفين، هم فقط يعني بعطي فقط 5 أو 7 ثواني فقط للسيرة الذاتية تبعتك، لأنه عنده ممكن يكون 100 سيرة ذاتية، فبالتالي هو مش مستعد إنه يقرأ كامل السيرة الذاتية تبعتك. فمعلوماتك لازم تكون مركزة ولازم تكون دقيقة باتجاه، وتكتب فيها يعني كل وظيفة لازم يكون لها سيرة ذاتية ريزومي مختلفة، بحيث إنه هاي بتزيد من فرصك إنهم يطلعوا على السيرة الذاتية تبعتك اللي انت راح تقدمها. فكل ما كانت سيرتك مركزة باتجاه الشيء اللي هم بدهم اياه، هذا راح يجذب انتباههم وتزيد فرصك بالمنافسة على هاي الوظيفة. واهم شيء انه انت تحصل على مقابلة. فجزء كبير برضو من المقابلة، من الحصول على وظيفة، هو عادة بيكون للمقابلة. فهم بدهم شخص انه يكون فعلا لبق متحدث وعنده خبرة وفاهم الشيء اللي بيسويه. تفضل. اوكي، بيقول اي حاجه سامر، اي حاجه حضرتك، التغذيه، المنتجات، كل المصانع وخطوط الانتاج، المجال ده مطلوب في امريكا، وازاي اقدر اوصل له؟ طبعا هو كواليتي كنترول تقريبا اللي هو مراقبه الجوده. نفس السؤال السابق. انت لازم اول شيء تدخل على مواقع اللي فيها
تقديم الطلبات التوظيف، او فيها الشركات بتعلن عن الوظائف المتعلقه فيها. طبعا اذا انت كنت عارف اسم شركه معينه او قطاع معين، هذا القطاع في شغلك، انت ممكن تدخل على موقع الشركه وممكن تشوف انه ايش في عندهم هم وظائف موجوده في هذا المجال وانت ممكن تقدم إلها. فالان انا تحديدا عن اللي هو الكواليتي كنترول طلب عليه كيفيه التقديم له الى اخره. كيفيه التقديم مثله مثل غيره، ولكن بالنسبه لكيفيه التقديم انت اما بتقدم من خلال الشركات اللي التوظيف، مواقع انديد، موقع مونستر، موقع لينكد ان. لازم تجهز سيره ذاتيه تكون مركزه باتجاه الوظيفه اللي انت مقدم لها، بمعنى انه انت سيرتك الذاتيه لازم تختلف من شركه لشركه، بحيث انه انت في الجوب ديسكريبشن اللي هو وصف الوظيفه يكونوا حاطين لك المعلومات اللي هم والشغلات اللي هم بدهم اياها في هذا الشخص. فانت لازم تركز في سيرتك الذاتيه انه انت تكتب الشغلات او تلمس الامور اللي هم يحكوا عنها. فهم لما يشوفوا السيره الذاتيه تبعتك راح يعرفوا انه انت والله شخص عندك معرفه في هذا المجال وملم في هذا المجال اللي هم بدهم اياه. الان ان انت حصلت مقابله، في هذه الحاله انت بتبرز نفسك وبتبرز قدراتك وبتعرض عليهم انه انا والله بعرف في كذا وبفهم في كذا والى اخره. في هذه الحاله طبعا بكون شخص بفهم بالتكنيكال، الامور التقنيه في هذا المجال. فبالتالي هذا الشخص راح يسألك بعض الأسئلة راح يتبين من خلالها انه هل انت فعلا شخص متمكن في هذا المجال ولا فقط عندك معلومات عامة فيه. في مجال اختار الاختراق والباك تراك مطلوبين. هذا نفس جواب الانفورميشن سيكيورتي او السايبر سيكيورتي، وامن المعلومات وامن البيانات وحماية البيانات وحماية المعلومات وهذه الامور كلها هي نفس الشيء. في واحد بيسأل عن الكلاود كومبيوتنج ادمنستريشن. اوكي. حاليا طبعا اللي سأل هذا السؤال اكيد هو بيعرف انه حاليا كل شيء بنتقل من بمعنى انه حاليا السيرفرات هي مش جهاز، لا هي حاليا عبارة عن سيرفيس موجودة على احدى خوادم الانترنت، الداتا سنترز، وصرنا نسميها حاليا كلاود. حاليا هذا المجال جدا مطلوب في امريكا، خصوصا في الشركات الكبيره اللي عندها كلاود وبحاجه لناس يسووا ادمنستريشن لهذه الكلاود، مثل شركه IBM ومثل شركه امازون. فهذا جدا مجال ممتاز. وفي هذه الحاله على اساس هم يعرفوا انه انت شو قدراتك في هذا المجال، لازم يكون معك شهادات في هذا المجال، رقم واحد. رقم اثنين لازم تحاول تحصل مقابله على الاقل، بحيث انه انت فعلا ان كان عندك شيء تعرضه وتجاوب على أسئلتهم التقنية في خلال هذه المقابلة. طب أنا ليا عماتي هناك يقدروا يساعدوني بإيه؟ برضه ده مش موضوعنا أستاذ سامر، بس ما يقدروش يساعدوك في حاجة يعني. طيب هناخد ممكن يجيبوا لها هدايا. أنا خريج كلية دار العلوم وكنت أعمل في مجال تجارة المنسوجات. هل ممكن أجد عمل مع العلم إني عمري 44 سنة؟ عادي الأمريكا ما فيهاش سن للشغل يعني. طيب نتكلم في احنا قلنا في ايه الكورسات اللي احنا ناخدها في الشغل، صح؟ طيب الأسئلة اللي بيسألوها الشركات لما بتيجي تعمل انترفيو مثلا مع أي شركة في مجال الIT عامة يعني، ممكن تكلمنا عنها يعني؟ أوكي. الآن الأسئلة عادة تقسم ل تقريبا جلسة الانترفيو. السؤال كان عن المقابلة، صح؟ لما بتيجي تخش الشركة. الآن هو تقريبا في 3 أجزاء بتكون. الجزء الأول بيكون متعلق فيك أنت، أو هو سؤال مهم طبعا يعني، لأنه يعني أنا شددت على شيء إنه لازم السيرة الذاتية تكون مركزة باتجاه الوظيفة اللي أنت مقدم إلها. تمام. رقم واحد. رقم اثنين لازم تكون جدا مختصرة، لأنه الشخص اللي بقرأ ما عنده وقت يقرأ جريدة أو يقرأ 3-4 صفحات سيرة ذاتية. فعلا أنا لما جيت هنا فعلا في حد ساعدني في موضوع السي في. أنا كان السي في بتاعي 3 ورقات، اختصروا لي في ورقة واحدة، لأن السي في الأمريكي عايزين يبقى مختصر وكل حاجة في سطر واحد مثلا. في العالم كله السي في الكريكولم فايتا هي فعلا 3-4 صفحات، ولكن هون في أمريكا بفضلوا الريزومي شيء مختصر صفحة، ما بده يشوف أكثر من صفحة لأنه ما عنده وقت يشوف أكثر من صفحة. حتى الإكسبيرينس عندي كان صفحتين وحاجات، خلت لي سطر واحد مثلا. لمت لي صفحة في سطر واحد يعني. صحيح.
تمام، اتفضل كمل. فالجزء الاول طبعا راح بيكون متعلق بيك انت شخصيا، فبالتالي هم بيسالوك انه عرف عن نفسك، احكي عن نفسك، قدراتك، مؤهلاتك العلميه، خبراتك، كذا الى اخره. فهنا انت لازم تحكي بشكل واضح، لغتك لازم تكون واضحه، لازم تكون متمكن في اللغه اللي انت بتعرض فيها نفسك. طبعا هاي شغلات انت ممكن تتمرن عليها، يعني ممكن تدخل على يوتيوب وتجد مواقع كثير بتحكي عن هذا المجال، انه انت كيف تحضر حالك للمقابله. فاول الجزء الاول بيكون انه انت بتحكي عن حالك. طبعا الكلام عن نفسك ما لازم يتجاوز 5 دقائق، يعني بالكثير ممكن دقيقتين، 3 فقط، لان بعد هيك بتم سؤالك عن الاسئله التقنيه اللي لها علاقه في هذه الوظيفه او في هذا الشغل. طبعا بيبدوا بالاسئله العامه، وبعدين بصيروا يدخلوا بالاسئله الخاصه. يعني كل مجال، طبعا احنا لما نحكي عن الاي تي عده مجالات. يعني اخر سؤال كان عن كلاود كومبيوتنج، عندنا نتوركينج، عندنا انفورميشن سيكيورتي، عندنا ديفلوبرز اللي هو البروجرامرز، عندنا جرافيك ديزاينرز. فهذه امور كلياتها بيبدوا معك بالعام، وبعدها بصيروا يدخلوا بالتفاصيل، لان كل مجال له معلومات تفصيليه فيه. لما يسالوك هذا السؤال هم بيعرفوا انه هل انت فعلا متمكن فيها ولا لا. فهاي حسب خبرتك وحسب معلوماتك انت في هذا المجال، يعني هل انت راح تكون متمكن وتجيب عن هذه الاسئله ولا لا. فبترجع لمخزونك وخبرتك في هذا المجال. الجزء الاخير من المقابله هو بيكون بيسالوك اياه تقريبا نفس المدراء اللي موجودين بالاشخاص الموجودين بالمقابله. بيسالوك طبعا في هذه الحاله عن مواقف وعلاقات عامه، وانه انت كيف بتتصرف ان حصل كذا، كيف تتصرف ان حصل كذا. شفت زميلك مثلا بسرق من هذه الشركه، هل بتضلك ساكت؟ هل بتخبر السكيورتي؟ هل بتخبر مديرك؟ شو بتعمل انت؟ فبصيروا يحطوك في مواقف على اساس انه يعرفوا رد فعلك كيف راح يكون. طبعا ولازم يكون رد فعلك هو رد الفعل الطبيعي السليم اللي ضمن القانون وضمن تعليمات الشركه. طبعا ممكن انا نسيت شغله اذكرها في البدايه، اللي هو برضه راح يسالوك عن مواقف في مجالك وفي شغلك. كيف انت مثلا ممكن حليت مشكله، كيف ممكن انت ممكن تكون اشتغلت على مشروع، شو كانت المصاعب اللي واجهتك في المشروع، شو اكثر شيء كان معقد وانت حليته او ما حليتوش. هاي امور كلها طبعا متعلقه بالمجال تبعك، راح يسالوك عنها. اخر شيء واخر جزء بيسالوك اياه اللي هم شؤون الموظفين او الاتش ار هيومن ريسورس. بيسالوك اسئله طبعا عامه عنك، انه هل انت طبعا عندك القابليه انه تشتغل مع هذه الشركه عدد معين من هذه الساعات، هل عندك القابليه تشتغل ليل نهار مثلا، هل انت مثلا راح تكون طلبوا منك تنتقل من مكان لمكان وتسافر، هل انت مستعد لهاي الامور. وبرضه بيسالوك اسئله عامه عن طبعا شخصيه، عن كيف ممكن تتصرف في مواقف ما معينه، كذا كذا الى اخره. فممكن يسالوك اسئله زي هيك. طبعا المقابله هون قد تكون مقابله واحده وانت من خلالها تاخذ الوظيفه، وقد تكون اكثر من مقابله. ممكن تدخل مقابلتين، انت ممكن تدخل 3 مقابلات. ممكن المقابله الاولى تكون على التلفون، بحيث انه انت ما في داعي انت تروح. يعني هم ممكن يختبروك من خلال التلفون ويعرفوا انه هل انت فعلا مناسب انك تروح عليهم تعمل مقابله ولا لا. فهذه كلها امور بتصير تحصل في المقابلات. واهم شيء طبعا وافضل شيء انه الواحد يكون مستعد له، انه يكون جيد في مجاله، رقم 1. رقم 2 انه يكون لبق في اجابته للاسئله اللي بيسالوه اياها، خاصه الامور اللي بتتطلب انه انت شو رايك او انت شو بتعمل ان صار كذا كذا. اهم شيء انه انت اجابتك دائما تكون انه رد فعلك راح يكون ضمن قوانين الشركه او ضمن القانون او ضمن ما تقتضيه مصلحه العمل تبعك. تمام. في ايدي بيقول ينفع نقدم اونلاين من مجال من خارج الولايات المتحده، ولا لازم نكون جوه البلد؟ يعني ينفع يقدم من اونلاين ولا لازم يكون جوه امريكا؟ الان انا لي اصدقاء اتكلموا معهم ريكروترز، يعني ناس بيعملوا في مجال التوظيف وبيعملوا لشركه صالح شركه جوجل. الان بدك تعرف شغله، انه الوظائف اللي شوي مستواها متدني والدفع تبعها متدني ما بامكانك تقدم لها من خارج امريكا، يعني لازم تكون داخل امريكا. ولكن هل انت اذا انت كنت مثلا
ديفلوبر ومتمكن في مجالك وعندك خبره والى اخره، ممكن شخص ريكروتر يعني زي شركات توظيف ما توظيف يحكوا معك، او ممكن يحكي معك موظف شو الموظفين من جوجل او غير اتش ار غيرها من الشركات، يحكي معك امور عامه، يعرف لغتك، يعرف استعدادك للسفر. بعدها بيحاولوك ان شافوا انه فعلا انت شخص ممكن تكون مناسب لهذه الوظيفه، بعدها بيحكوا معك برضو على التلفون ناس خبراء تكنيكال بنفس المجال اللي انت جاي تقدم له. في هاي الحاله بيعرفوا انه هل انت والله ممكن تكون شخص مناسب ولا لا. طبعا هاي الوظائف عاده يعني انت بتحكي عن الرواتب فيها السنويه عن $80,000 واطلع، فبالتالي هم ما راح يجيبوا اي تي تكنيشن ويعملوا معاه مقابله ويكون في بلد ثاني. الاي تي تكنيشن اجباري لازم يكون في امريكا، يعني صعب انه ولكن بعض الوظائف اللي فعلا نادره وبدهم خبراء فيها وبدهم ناس تشتغل في هذا المجال مثل ديفلوبر وفعلا متمكن وعنده خبره جيده، ممكن هم يعملوا معك مقابله حتى لو انت كنت خارج البلد، وبعدها هم طبعا راح يفحصوك مقابله ممكن بالتلفون، ممكن تكون مره مرتين 3 مرات لحد ما يتاكدوا 100% انه فعلا انت الشخص اللي ممكن تكون مناسب لهذا المجال. وبعدها هم طبعا ما راح يكون عندهم مشكله انهم يقدموا لك فيزا عمل وتيجي من خلالها على امريكا. طيب تنصح بايه المهاجر الجديد ياخد اول حاجه ايه كورس علشان يشتغل؟ يعني مثلا في هنا لو هو مش جاهز او مش معاه فلوس يدرس في جامعه، تنصحه بايه كورس صغير مكثف مثلا 6 شهور ان هو يشتغل في مجال برضو الاي تي او نظم معلومات او مثلا يعني اي مجال في مجال الكمبيوتر ساينس، يعني فاهم؟ تنصحه بايه كورس اسمه ايه مثلا اول ما ينزل امريكا يدرسه يعني علشان يعرف يشتغل في المجال ده في اي شركه يعني؟ اوكي لا يعني هل في كورسات اصلا بتأهلك ان انت تشتغل في الكمبيوتر ساينس مثلا او اي تي؟ ممتاز. هذا سؤال ممتاز طبعا. الكورسات عندك انت ممكن تستهدف اللي هو شهاده اسمها A+، ممكن تستهدف شركه طبعا A+ اللي هي صيانه حاسب آلي وشويه قليل من الشبكات. ممكن انت تعمل طبعا في اللي شركه كومتيا اللي بتقدم هذا النوع من الشهادات او من التدريب، اسمها كومتيا الشركه، والشهاده تبعتهم اسمها A+ لصيانه الحاسب الآلي. الان مجال الشبكات عندهم شهاده اخرى اسمها نتورك بلس برضه بيأهلوك لانك تبدا وتدخل في مجال الكمبيوتر. طبعا هاي بتحكي انت عن تقريبا 3 أشهر، ولكن اذا كان في عندك انت 6 أشهر فعلا ممكن انت تسوي CCNA اللي هي بعدها انت ممكن تدخل اي تي تكنيشن او اي تي انجينير. فهذه شهادات انت ممكن تبدا فيها. وبرضه شيء اخر اللي هو كان عنه سؤال اللي هو الكلاود ادمنستريشن، كلاود كومبيوتنج. اذا انت دخلت في مجال الكلاود كومبيوتنج بيكون جدا مجالك جيد. تمام. طبعا لو ما فيش اسئله، في هبه بتقول وسؤالي وما فيش سؤال جه منك يا هبه، فاتفضلي اسالي تاني. طبعا انا مش عارف اسال تاني صراحه كل الاسئله انا سالتها. بس لو في اي حاجه مثلا زياده في مجال الاي تي ممكن تكلمنا عنها. تقريبا احنا فاضل لنا 10 دقايق ونقفل اللايف. فلو في حاجه مثلا في مجال الاي تي مثلا في مجال الهاكر الحاجات دي كلها يعني هل ينفع تتكلم فيه؟ ممكن تتكلم فيه مثلا. في ناس في دماغهم ان هم نفسهم مثلا يبقى هاكر مثلا، فهل ينفع حد يدرس هاكر؟ لا، هو دراسة هاكر ما في دراسة هاكر، ولكن في شهادة اللي هي اسمها CHE اللي هي Certified Ethical Hacker، CEH عفوا. لأن هذه ممكن أنت تدرسها، ولكن هذه النهاية مردها للانفورميشن سيكيورتي، حيث انه انت شخص عندك خبره في مجال الانفورميشن سيكيورتي وانك تشتغلها، ولكن انه تيجي تشتغل هاكر او انه انت تيجي تشتغل شيء له علاقه بالهاكر، ما في شيء بهذا المجال. ممكن هاكر تسوي لك شغله وتدخل السجن من وراها طبعا. طيب في حد بيقول انا معايا بكالوريوس مانجمنت انفورميشن سيستم، تنصحني اخد كورس برمجه جافا سكريبت ودوت؟ جافا سكريبت
جافا أوكي. ودوت مش عارف ايه دوت نت. ودوت نت دوت نت. اونلاين علشان اشتغل، ولا اروح لشركات الهنود اللي بيدوا الكورسات ويشغلوا بعد كده. اوكي. يدوا كورسات يعني انت عايز تاخد كورس عند شركات هندية وبيشغلوك بعد كده. هو الموضوع ده بصراحة الان هو طبعا معك. هو عامة في شركات بتقول لك احنا هنشغلك بعد كده وبتاع، وفي الاخر يقول لك مفيش شغل ليك يعني، صح؟ لا ما في حد بعطيك كورس على اساس انه بعده يضمن لك الشغل. بالظبط. هذا الشيء المنهج. برجع الجواب هذا السؤال نفس انه شو الكورسات اللي انت ممكن تبدا فيها وتشتغل فيها، لان برضه بدك تعرف شغله. امور الاي تي يعني شوي نوعا ما الاونلاين فيها بيكون في عليه علامه استفهام، فبالتالي انت ان كنت فعلا شخص متمكن في مجال الجافا سكريبت بدك ومجال الدوت نت، ممكن انت بالمقابله او ممكن انت تحكي لهم انه انت اشتغلت مشاريع كذا كذا. يعني انت ممكن تكون متخرج معك اللي هو شهاده الجافا سكريبت والدوت نت وامورك اوكي، ولكن ما حد راح يشغلك لانه انت اصلا ما عندك خبره في مجال الشغل في الشركات انت ما اشتغلت بهذا المجال لا شركات او ما صممت بهذا يعني انت فقط عندك المعلومات الخامه مثل اي شخص متخرج جديد من الجامعه وما عنده خبره في هذا المجال. فهذه صعب شويه انه انت تعملها اونلاين. يعني لا لازم هنا تروح على مراكز وانك تدرسها، لانه في النهايه هم بدهم اثبات انه انت فعلا فاهم في هذا المجال. الان ممكن انت تحصل مقابله ومن خلال المقابله تثبت نفسك وتجاوب عن الاسئله المتخصصه اللي حكينا عنها في هذا المجال، اوكي ممكن تكون فرصتك جيده. فبالتالي طبعا من مجال انه دارس MIS، الMIS شيء والجافا سكريبت والدوت نت شيء ثاني يعني. يعني ما في اتصال بينهم، يعني هذا شيء وهذا شيء. الان شهادتك ممكن في شغله ممكن تكون شويه يعني فيها خربطه للناس، انه طب انا شهادتي ايش اعمل فيها، ايش اروح فيها، ايش اعمل لها معادله، طب انا معي بكالوريوس او معي شهاده ما شو اسوي فيها في امريكا. زي ما حكينا امريكا يعني بيعترفوا الا انت كنت شخص فعلا عندك قدرات عاليه وبتثبت نفسك برمشه عين، في هاي الحاله اوكي شهادتك ممكن يعتمدوها. ولكن ان كانت شهادتك من خارج امريكا ما حد راح يطلع عليها. ممكن الحل لهي المشكله يكون انه انت لما تيجي على امريكا تدخل على جامعه تطلب انه انت تشوف ايش اقرب مجال في الجامعه لشهادتك قريب لشهادتك وتدرسه، وبنفس الوقت تطلب انهم يحتسبوا لك ساعات معتمده من شهادتك اللي انت معك موجوده لهذا التخصص الجديد اللي انت بتدرس فيه حاليا. هذا ممكن يكون المخرج الوحيد. في هاي الحاله انت بتكون متخرج من هاي الجامعه باسم هاي الجامعه الامريكيه ومن هاي الجامعه الامريكيه. في عماد عبد الله بيقول لو حابب تبدا في مجال الاي تي وما عنديش ولا دراسه ولا خبره، هل شهاده الاي بلس والنتوركينج بلس تتيح ليك انك تشتغل بيها في امريكا في المجال ده؟ وايه الوظائف دي ومتوسط الدخل ليها كام، يعني الراتب فيها كام؟ الان هذه ممكن انت تبدا فيها اللي هو اي تي تكنيشن. اي تي تكنيشن يعني مجالك صيانه وشوي بسيطه في مجال الشبكات. الراتب تبعها طبعا بتكون راتبها تقريبا بتختلف طبعا من ولايه لولايه. امريكا فيها 50 ولايه، وكل ولايه لها دخل مختلف، لها سلم رواتب مختلف، لها غلاء معيشي مختلف. ولكن ممكن المتوسط يكون بين 15 دولار تقريبا للاي تي تكنيشن، يعني ممكن من 15 ل 20 دولار بالساعه. طبعا هون في امريكا الشغل بيكون 40 ساعه بالاسبوع. في ايهاب بيقول مراكز الهنود بيدوا كورسات وبيشغلوا بعدها وبياخدوا معظم الرواتب، يعني بياخدوا معظم الراتب. يعني بيقول لك مثلا هتشتغل ب 15 هناخد 5 حاجه زي كده يعني بيقول لك احنا الان هذه مراكز الهنود وين في امريكا، يعني موجوده هلا في امريكا؟ ما ذكرش يعني. امريكا ما فيها مراكز هنود ويوظفوك يعني مبدا انه في مركز انت تدخل له ويوعدك انه انا راح اشغلك بعد ما تتخرج. هذا المبدا يعني نوعا ما مش موجود في امريكا. يعني ما في حد هون بضمن لك انه انت بعد ما تتخرج من عنده راح تشتغل. بالظبط زي الكورسات اللي عندنا مثلا في اكاديميه بحريه والحتت دي كلها،
يجي يقول لك تعالى خد كورس عندي وهشغلك، ليك فرصه بعد الكورس هشغلك فيها، وبعد كده يقول لك انت مش من الخمسه الاوائل مثلا، ويقول لك مع السلامه يعني. او مثلا يعرفك باي شركات مقاولات ويقول لك خد روح قدم فيها يعني، بس ما بيضمنلكش 100% شغل يعني، زي في كل حته عامه يعني. في ساره يوسف، السلام عليكم، لو مور لو انا عايز اشتغل مش عارف ايه كاف ديسك توب ادمنيتور، ايه اهم الشهادات اللي المفروض اخدها، وايه المواقع التعليميه الكويسه اللي تساعدني اني ادرس في المجال ده؟ database administrator. database administrator يعني ما عندي معلومات جيدة عن مجال الداتابيز، ولكن طبعا الفرص للإناث في أمريكا في مجال الاي تي تحديدا ومع الشركات الكبيرة هي فرص عادة بتكون تقريبا يعني فرصتين للأنثى وفرصة واحدة للذكر. يعني عندنا الشركات هنا بيحاولوا انهم يوظفوا اكثر اناث في مجال الاي تي، لانه ما في اناث والاغلبيه ذكور. الداتابيز ادمنستريتور يعني ممكن احنا نحكي في هذه الحاله عن السيكوال او تبع اللي هو الاس كيو ال تبع مايكروسوفت، ممكن نحكي عن الماي سيكوال اللي هو اوبن سورس، وممكن نحكي عن الاوراكل. ففي هذه الحاله شهاده في الاوراكل، شهاده في الماي سيكوال، شهاده في السيكوال تبعت مايكروسوفت ممكن تكون بدايه للشغل في هذا المجال. فيها بيقول في اكاريكا تكساس وكاليفورنيا، وفي امريكا شفت بعيني، يعني هو شاف بعيني في امريكا الشركات اللي هي بتاعت الهنود وبياخدوا معظم الراتب لما بيشغلوهم بعد الكورسات تقريبا يعني. الان انت ان كان عندك كل ولايه عامه ليها نظامها يعني الان انت ان كان عندك معلومات مؤكده عن شيء معين وعن مراكز الهنود فانت توجه لهم مباشره، انت ما في داعي تشوفنا اصلا. عذرا على الجواب، ولكن لا ممكن تحط معلوماتك 100%، فانت انت عندك اللي انت محتاجه عندك، فانت ما في داعي تسالنا. بالظبط. وبالتوفيق اكيد للكل. لا ممكن يحط المواقع للناس لافاده الناس برضه يعني. لا هي ما في مواقع، احنا في امريكا وعارفين شو الوضع، واحنا في مجال الاي تي وعارفين شو مجال الاي تي. لان امريكا ما في ما في حد ولايتين في المجال، ما في حد بوعدك بوظيفه بعد ما انت تاخذ الشهاده. هاي شغله مستحيل يعني. انت شفت في عينك، انت حر يعني. انا ما بعرف انت شو بتشتغل او شو مجالك، ولكن احنا خلينا نكون شوي دقيقين هون ونحكي علم. لان العلم والمنطق ما حد انت بالاساس يعني ما لازم تشتري سمك في البحر زي ما بسموها. الان انت ان كان عندك معلومات مؤكده فانت طبقها على نفسك قبل ما تيجي تحكي لنا عنها، وانه انت والله متمكن من هذا المجال. فاحنا ما في داعي نتجادل في شيء يعني منهي ومش واقع يعني. بالظبط. تفضل. تمام، وتقريبا احنا وصلنا لنهايه الحلقه. اوكي. فبشكرك طبعا يا باشمهندس، ويا رب تكون افدنا الناس كلها ان شاء الله. ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع طبعا. ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله هتبقى معانا طبعا على الجروب لاي اسئله في الكومنت، وهترد عليهم ان شاء الله باذن الله. واي سؤال حطوه على اللايف، وان شاء الله يا باشمهندس محمد يرد عليكم يعني. ان شاء الله. نشكركم، ويا رب يكون بالتوفيق افدناكم النهارده يعني باذن الله، واسفين للتاخير. ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله.